بعد ما بتقعدي 3 ساعات في المحل بتختاري درجة الفاونديشن بتاعتك، بتروحي البيت بتتصدمي فيها بتلاقيها مش درجتك، يا فاتحة يا غامقة، صح؟ اعترفي. انا في الفيديو ده جمعتلك كل الخطوات اللي تخليكي تختاري الفاونديشن المناسب ليكي بكل سهولة. ما تنسيش بس تعملي سيف للفيديو لان صدقيني هيبقى مرجع ليكي. اغلب البنات بتروح تختار درجه الفاونديشن بتاعتها ومعتمده على حاجه واحده بس، معتمده على ان هي عارفه درجه لون بشرتها. انا قمحيه، لا انا غامقه، لا انا بيضه، يبقى انا كده هعرف اختار درجه الفاونديشن بتاعتي. وفي الاخر بعد ما بتختارها بتطلع غلط. ليه بقى؟ لان هي مفوته النقطه المهمه اللي لازم تعرفها قبل اصلا ما تروح المحل تختار الفاونديشن بتاعها، وهي خطوه الاندر تون. طب ايه هو الاندر تون ده؟ الاندر تون ده هو لون البشره اللي بينعكس على طبقه الجلد الخارجيه دي، اللي هي تحت يعتبر طبقه الجلد الرقيقه دي. اشهر طريقه بنعرف بيها الاندر تون بتاعنا بكل بساطه، هتيجي تحت لمبه بيضاء او في اضاءه النهار مثلا الصبح تحت ضوء الشمس وتشوفي لون العروق اللي في ايدك ده ظاهر لك على ايه. انا مثلا عندي لون العروق على بنفسجي شويه مع اللون الاخضر، يبقى في الحاله دي لون بشرتي نيوترال اللي هو اللون المحايد ما بين الورم وما بين الكول اللي هو ما بين الدافي وما بين البارد. والفاونديشن اللي بيليق على البشره المحايده بيكون البيج، وانا برضو بيليه معايا البيج اللي واخد سنه صفار كده. طيب لقيتي لون العروق بتاعك مايل على اللون الازرق او البنفسجي ومفيش اخضر خالص، وبكده يبقى اندر تون البشره دي بارد اللي هو الكول. والفاونديشن اللي بيليه على البشره البارده بيبقى الفاونديشن المايل على الوردي. وبنفس الطريقه برضو لو لقيتي لون العروق مايل على الاخضر او الزيتي ساعتها بتكون اندر تون البشره دي دافي، البشره الدافيه دي اللي هي الورم. والفاونديشن اللي بيليه على البشره الدافيه بيبقى الفاونديشن البيج او الاصفر. والطريقه الثانيه اللي بيستخدموها الاجانب وبيعرفوا بيها برضو طريقه الاندر تون بتاعهم، بيجيبوا ورقه بيضه كده وبيحطوها عند رقبتهم كده، وقالوا لو البشره مالت على صفار مقارنه بالورقه البيضاء يبقى البشره دي دافيه، ولو البشره دي مالت على الحمار او اللون الوردي مقارنه بالورقه البيضاء يبقى البشره دي بارده. في بقى طريقه غريبه جدا انا لقيت 2 3 كده بيستخدموها علشان يعرفوا بيها طريقه الاندر تون. قالوا تضمي ايديكي بالشكل ده كده قوي لحد ما الحته دي كده، شايفين العروق دي تظهر اللون معاكم كده. قالوا لو ظهرت اللون ده، بصوا انا عامله القبضه جامده، قالوا لو ظهرت اللون ده على اصفر يبقى البشره دافيه، وقالوا لو ظهرت لون العروق اللي هنا دي على وردي تبقى البشره دي برد. خلاص انت كده عملتي كل الاختبارات اللي هتعرفك الاندر تون بتاعك، تقدري تنزلي المحل بقى تشتري الفاونديشن بتاعك. علشان تشتري الفاونديشن بتاعك في المحل وتيجي تجربيه، لو جربتيه على ايديكي من هنا او ايديكي من هنا فانت برضو هتغلطي نفس الغلطه في حق درجه الفاونديشن، مش هتعرفي تطلعيه. الفاونديشن علشان تجربيه جربيه على عظمه الفك من هنا، الحته اللي هي نازله مع الرقبه دي. هحط لكم اكتر من درجه على البشره هنا كده علشان اعرفكم ان درجات الفاونديشن حتى لو بيج هتختلف معاكي. بعد ما جربتي مثلا كذا درجه مختلفه على رقبتك كده بوشك، تبتدي بقى بصباعك تدمجي كده وتشوفي اني اكتر درجه اندمجت مع لون بشرتك برقبتك كده، اللي هي زي ساحت في بعضها كده، علشان هي دي هتبقى الدرجه البرفكت بتاعتك. يعني انا بصي مثلا لما دمجت دي تحسيها برضو اندمجت شويه، بس انا بحسها ان هي فاتحه شويه. بصوا اول درجه لما اندمجت اختفت اصلا مع البشره والرقبه. تاني درجه لما اندمجت بصي مديه على صفار شويه وغمقان، هي دي الدرجه دي ماشيه مع لون بشرتي برضو بس تقريبا اغمق من بشرتي درجه، لكن دي الدرجه البرفكت اللي هي اختفت مع رقبتي ووشي. بصوا كده لما بيتوزع انتوا حاسين بفرق ما بين الرقبه وما بين الوش؟ لا، تحس ان هو كله دايب في بعضه كده اهو يا بنات. وده شكله كده بعد ما توزع، بصوا مفيش اي اختلاف ما بينه وما بين الرقبه، الدنيا كلها ماتشنج مع بعضها، تعرفوا ان كده دي الدرجه البرفكت بتاعتكم. وحاليا اغلب الشركات بقت بتحل الموضوع ده وتسهلها علينا في ان هي بقت بتكتب لنا حرف جنب رقم او اسم الفاونديشن. فلو لقيتي مثلا حرف الدبليو تعرفي ان الفاونديشن ده للبشره الورم اللي هي الدافيه، ولو لقيتي حرف السي تعرفي ان الفاونديشن ده مناسب لاصحاب البشره الكول اللي هي البارده، ولو لقيتي حرف الان او ان سي او ان دبليو تعرفي ان ده تبع البشره النيوترال اللي هي البشره المحايده. فبيتهيالي برضو موضوع الحروف ده هيسهلها عليكي كتير. خلاص انت عرفتي اندر تون بشرتك، زي مثلا انت طلعتي بشره دافيه فهتبقي عارفه ان الحرف المناسب ليكي اللي هو الدبليو، فهتنقي من لاين الدبليو ده 3 أو 4 درجات بالكتير اللي هم اقرب 3 4 درجات لبشرتك، وهتبتدي تطبقيهم بنفس الطريقه وتنقي اقرب درجه لبشرتك. ولو وصلتي لحد هنا ولسه برضو محتاره مش عارفه تنقي الفاونديشن المايل على ايه، طبقي الاختبارات دي واعرفي الاندر تون بتاعك ايه واكتبهولي في كومنتس وانا ارد عليكي بلون الفاونديشن المناسب ليكي. وبس كده، يا رب اكون وصلت لكم المعلومه بكل سهوله.